عدى تقريبا ربع رمضان، وفي ناس حاسه ان رمضان طار منها، وناس همتها نزلت وغيره. فاحنا النهارده جايبين لك 7 نصايح هيغيروا رمضانك 180 درجه، واحنا مش هنزود على اللي بنعمله، بس هنغير شويه مفاهيم. الكيفيه مش الكميه. احنا كده كده بنصلي ال5 فروض، فهنخليهم جماعه في المسجد. وبما اننا كده كده بنصلي فهنحاول نصلح صلاتنا. انا ما بقولكش صلي زياده، بس حاول تصلي صح. يعني حاول تدبر الفاتحه، خلي صلاتك مطمئنه. النيه كل اللي هتعمله انك هتغير النيه في الاعمال العاديه، زي اكل شرب نوم شغل. يعني مثلا يا رب انا باكل عشان اتقبل العباده، وبنام عشان اقدر اكمل يوم، وبشتغل عشان اعف نفسي او ابر والديني، وهكذا. الاعمال الموازيه. لو انت شغلك ما بتتطلبش مجهود ذهني، اعمل لك ورد استغفار او اسمع لك درس او راجع ورد. استغل الوقت الفاضي. قد يتهيأ لك انك ما عندكش وقت، بس لو حسبت نص ساعه المواصلات او 10 دقائق بين المحاضرات او هتلاقي ان في يومك حوالي 3 4 5 ساعات كده. استغل الوقت ده في ورد او ذكر او درس او اي حاجه مفيده. خلي بالك انا لحد دلوقتي ما طلبتش منك تعمل حاجه زياده او تفضي وقت معين لشيء معين، ده يومك العادي بس انت بتستغله. اترك المحرمات. في حركه في يومك لو بطلتها توفر لك 4 ساعات. البطل في رمضان مش اللي بيعمل طاعات، البطل في رمضان اللي يبطل محرمات. غض بصرك واحفظ لسانك، واهم حاجه خلي بالك من اللي بيطلع لك على التليفون، ولو فعلا ملوش لازمه يبقى ملوش لازمه. حسن الخلق. ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم. وعاوز تعرف انت مستوى اخلاق ايه بجد؟ شوف نفسك في بيتك، لانه المكان الوحيد اللي بتبقى فيه عريان حرفيا على المستوى الخلقي طبعا. خيركم لاهله. ونصيحه زياده كده، ايا كان الوقت اللي بتتفرج فيه على الريل ده، خد القرار حالا، واعتبر عشان لو ما اعتبرتش هتكون انت العبره بعدين.